الضلمة بالنسبة لمعظم الناس حاجة مرعبة، فراغ كبير ومجهول. بس تخيل بقى لو الضلمة دي كانت هي المكان الوحيد اللي بتحس فيه بالأمان. القصة بتتكلم عن بنت اسمها مون، كانت عامية من وهي عندها 2 سنين، وبعد زراعة قرنية بترجع تشوف، لكن اللي بتشوفه بقى ما كانش عادي خالص. مون عندها 20 سنة وعاشت 18 سنة كاملة في ضلمة وسكون، وطبيعي جدا أول ما يبقى في أمل إنها تشوف بتتمسك بكل قوتها. يوم العملية كان كله توتر وكآبة، وجدران مستشفى بيضاء وباردة، وإحساس غريب كأن حياتها كلها واقفة على اللحظة دي. والعملية نجحت فعلا، لكن المشكلة بقى ما كانش في العملية، كانت في اللحظة اللي شالوا فيها الضمادات. مون فتحت عينيها بعد سنين طويلة جدا، وأول حاجة حست بيها ما كانتش فرحة، لأ، كانت وجع فظيع. النور بالنسبة لها ما كانش راحة، كان عامل زي عدو ودخل حياتها فجأة. كل حاجة حواليها كانت مشوشة، والدكاترة قالوا لها ده طبيعي، وإن عينيها محتاجة شوية وقت علشان تتعود على النور. وأول كام يوم بعد العملية كانوا صعبين جدا. مون حاسة إنها محبوسة بين عالمين، لا هي عارفة ترجع للضلمة اللي اتعودت عليها، ولا عارفة تتأقلم مع النور الجديد. وفي وسط الحالة النفسية المتلخبطة دي بتتعرف على طفلة اسمها يانج، مريضة بورم في المخ وبتتعالج كيماوي. وبرغم التعب والمرض كانت دايما مبتسمة وبتحاول تدي مون شوية أمل. ويانج كانت تقريبا أول حد يخلي مون تحس إنها مش مجرد مريضة، كانت بتصورها بالكاميرا الصغيرة بتاعتها، ودايما بتهزر معاها وبتتكلم كأنهم أصحاب من زمن. وقالت لها كمان إن بعد عمليتها الكبيرة هيطلعوا مع بعض ويتمشوا، وخدت لهم صورة تبقى ذكرى بينهم. وهنا بتحس إن في هدوء بسيط دخل القصة، لكن للأسف الهدوء ده ما كملش. فجأة من ليلة من الليالي المستشفى بقت هادية بشكل يخوف، ومون وهي نايمة حست إن الجو برد بطريقة غريبة، وكأن في حاجة دخلت الغرفة. وبصت حواليها بعينيها اللي لسه مش متعودة تشوف بيها، ولمحت في ركن ضلمة شبح أو خيال واقف. وبعدها سمعت صوت عياط، وقربت واحدة واحدة ولسه بتحاول تفهم اللي شايفاه. فلقيت ست كبيرة ظهرت قريب منها بتتحرك حواليها بشكل مرعب، فحاولت تلمسها لكنها ما قدرتش. والصدمة كانت تاني يوم الصبح، مون عرفت إن الست العجوز اللي كانت في السرير اللي جنبها ماتت في الليل. وساعتها الدم اتجمد في عروقها، وحاولت تقنع نفسها إنها يمكن كانت بتتوهم، وخصوصا إن الممرضة أكدت إن مفيش أي زوار دخلوا بالليل. بس من جواها مون بدأت تستوعب إن في حاجة غلط، وإن اللي بتشوفه مش مجرد تشويش بعد العملية. وبعد خروجها من المستشفى مون بدأت تشوف الدنيا بشكل جديد، لكن اللي حصل بعدها كان أغرب. وهي راجعة بتلاحظ ناس شكلهم باهت وحركتهم مش طبيعية، والأغرب إن كل الناس اللي حواليهم كانوا بيتعاملوا كأنهم مش موجودين أصلا. وهنا خوفها بدأ يكبر، لأنه واضح جدا إن مون مرجع لهاش بصرها بس، دي كمان بقت شايفة حاجات محدش غيرها يقدر يشوفها. وبعد كده بتروح لدكتور النفسي بتاعها، والدكتور ده بيكون اسمه دكتور لاو، لأنه بحكم إنها عاشت سنين طويلة من غير بصر فهي أصلا لسه مش قادرة تفسر العالم بعينيها. يعني أوقات كتير ما تعرفش الحاجة اللي لما تلمسها، وكمان الضوء المباشر بيتعبها جدا، فكانت محتاجة حد يساعدها تتعامل مع الواقع الجديد. ولما بترجع لبيت جدتها الجو كان أهدى شوية. الجدة حاولت تفرحها وبتوريها فيديوهات قديمة من الطفولة، باباها كان سايبها قبل الطلاق علشان لو رجع لها بصرها في يوم من الأيام تقدر إنها تستعيد ذكرياتها. والمشهد ده كان حزين شوية، لكن بيكون في إحساس إن الماضي نفسه مخبي حاجة. وفجأة وهي في البيت شافت الطفل بيدور على الريبورت بتاعه، ونادت على الجدة تسأل من عند الباب، لكن في اللحظة اللي أبو ظهر فيها الطفل اختفى وكأنه ما كانش موجود أصلا. ومن هنا مون بدأت تفهم إن اللي بيظهر لها مش خيالات عابرة، دي أرواح فعلا، وهي الوحيدة اللي بتقدر تشوفهم. ومون بعد كده بتروح درس الكمانجا علشان ده الشيء اللي بتحبه جدا، وكل الناس هناك فرحانين إنها رجعت تشوف. لكن للأسف الفرحة ما كملتش، لأن المدرسة قالت لها إنهم عندهم حفلة خيرية في الكريسماس، لكن بما إن المكان مخصص بس للمكفوفين فمش هتقدر إنها تشارك بعد ما رجع لها بصرها. ودي بقى كانت ضربة موجعة عليها، لأنها لأول مرة تحس إن حتى النور اللي حلمت بيه بيبدأ يسحب منها حاجات كانت بتحبها. ومن هنا الكوابيس بتزيد. مون بقت تصحى من النوم حاسة إنها في غرفة مش غرفتها، وإن المكان حواليها بيتحول للحظات ويبقى كأنه حياة شخص تاني. وبقت تشوف مثلا مروحة نازل منها قماش مقطوع، وفريمات صورة على ترابيزة لما حاولت تلمسها بتختفي. وكل ده كان بيأكد إن اللي بيحصل مرتبط بصاحبة القرنية اللي أخدت منها العيون. وفي نفس الوقت الطفل اللي كانت بتشوفه في البيت بنعرف إنه كان انتحر فعلا ورمى نفسه من على المبنى. والقسيس المحلي قال إن اللي بينهي حياته بالشكل ده روحه ما بترتاحش، وبيفضل عالق في لحظة موته وكأنه محبوس فيها كل يوم. وهنا بقى الفيلم بيزود الرعب النفسي، لأن مون مش بس بتشوف موتى، دي بتشوف أرواح لسه تايهة ومش لاقيين السلام. ومع كل مرة بتصحى فيها من النوم كانت بتحس أكتر إن حياتها بقت مش حياتها، وكأن عينيها بقت باب مفتوح على ذكريات وآلام ومصير ناس تانية. ودي كانت البداية الحقيقية للكابوس. القرنية اللي ركبتها هي عيون مين أصلا؟ وليه بالذات شايفة الحاجات دي كلها؟ وفي مرة وهي بتتعلم فجأة بتلمح ست واقفة في ركن من الحيطة، وكل شوية تقول لها أنت بتعمل إيه في مكاني؟ مون في الأول ما كانتش فاهمة حاجة، لكن الصدمة بقى إن روح الست قربت منها مرة واحدة،
لدرجة إنها من الرعب خبطت الحاجة اللي في إيدها وقعت. وساعتها بدأت تسأل نفسها بجد، اللي بيحصل لي ده طبيعي ولا في سر أكبر مستخبي ورا كل اللي شايفاه؟ وعلشان تفهم راحت تدور على الدكتور اللي هو في المستشفى، لكن عرفت إنه مسافر بره، فقررت تضيع شوية وقت في المطعم. طلبت أكل وقعدت تستنى، وهناك لمحت ست قاعدة ومعاها طفل. وبعد لحظات الست اختفت حرفيا وكأنها دابت في الهواء. وماما بتتخض جدا وسألت الجرسون عن المكان، فقال لها إن أغلب المطاعم اللي حواليهم اتباعت واتغيرت إلا المطعم ده، لأن صاحبه مؤمن إن مراته الميتة لسه بتيجي هنا ومع ابنها، والمشكلة إن هو بنفسه عمره ما قدر يشوفهم، بينما مون شافتهم بعينيها. وبعدها خرجت من المطعم وهي أصلا متلخبطة، وأثناء ما كانت بتعدي الشارع فجأة طفل صغير بيجري ناحيتها وعدى من جواها، ومون اتثبتت مكانها من الرعب. ولما بصت لقدام شافت زحمة وعرفت إن في حادثة. قربت أكتر وهنا جت الصدمة التانية. الطفل اللي شافته من ثواني هو نفسه مرمي هناك بعد الحادث، والأسوأ من كده إنها شافته تاني وسط الزحمة ماشي وماسك إيد شكلها أسود وكأنه جاي ياخده. ومون ما اتحملتش المشهد وحاولت تهرب، وفي اللحظة دي بالصدفة ظهر دكتور لاو وقدر يهديها. فمون بتحكي له على كل حاجة وقالت له كمان إن جدتها زمان كانت بتقول لها وهي صغيرة إنها مختلفة وإنها عندها قدرات مش عند الناس العادية، وزمان كانت بتعتبر الكلام ده خرافات، لكن دلوقتي بدأت أحس إن يمكن ده كان فعلا حقيقي. الدكتور لاو في الأول ما اقتنعش، بس الكلام ده ضايقها جدا لأنها حست إنه ببساطة مش مصدقها. ورجعت البيت بالليل وكانت العمارة هادية بشكل مريب. دخلت عند الأسانسير فشافت راجل كبير واقف جوه، لكن الغريب إن كاميرا المراقبة ما كانتش ظاهرة أصلا. فمون رجعت لورا مرعوبة، وفي نفس اللحظة جه شخصين وركبوا الأسانسير عادي جدا وكأن الراجل اللي شايفها مش موجود من الأساس. واستنت لما الأسانسير التاني بيجي وفتشته بعينها كويس قبل ما تدخل، وفعلا ما كانش فيه أي حد. لكن أول ما باب الأسانسير اتقفل الجو بقى برد مرة واحدة بشكل مرعب ويخوف، ومون حست فورا إنها مش لوحدها. ولما بصت في الركن لقيت نفس الراجل واقف ووشه للحيطة. الراجل ده بدأ يقرب منها سنة سنة، ومون نفسها كانت بتتقطع من الخوف، وخصوصا إن يعني ما كانش فيهم أي إحساس. وأول ما باب الأسانسير اتفتح خرجت بسرعة تجري وكأنها تموت. ومن هنا بدأت تنهار نفسيا، بقت حاسة إنها فعلا بتتجنن وبتسأل نفسها البصر اللي رجع لي ده نعمة ولا لعنة؟ وكانت كل ما تشوف أكتر تفتكر إن الظلام اللي كانت عايشة فيه يمكن كان أرحم بكتير من النور اللي فتح لها باب الرعب ده. وبعد اللي حصل الدكتور لو أخذ الموضوع بجد أخيرا وراح يسأل دكاترة العيون عن بيانات المتبرعة بالقرنية، لكن طبعا الموضوع ده كان ضد قواعد المستشفى ومحدش رضي يديله أي تفاصيل. وفي نفس الوقت حالة مون كانت بتسوء جدا لدرجة إن جدتها اتصلت تقول له إنها بقت شبه خارجة عن السيطرة، وجعها النفسي كله كان بيطلع في عزف الكمانجة، والنغمة نفسها بقت شايلة تعبها وخوفها. لكن للأسف الضغط زاد عليها لدرجة إنها وقعت مغمى عليها وهي بتعزف، واضطروا يدخلوها المستشفى تاني. وفي نص الليل يانج جت علشان تزورها وقالت لها إنها خارجة وإنها ترجع المدرسة تاني وهتعيش حياتها الطبيعية أخيرا. فمون فرحت لها جدا وبدأت تتخيل إنهم أخيرا هيخرجوا مع بعض ويعملوا كل الحاجات اللي كانوا بيتكلموا عنها. لكن الفرح ده ما كملش لثانيتين، لأن مون لمحت ورا يانج نفس الكائن الأسود اللي كانت بتشوفه قبل الموت. وهنا فهمت الحقيقة في لحظة، يانج كانت بتموت والعملية اللي كانت بتتعمل لها خلاص قربت تخلص عليها، ومعنى كده إن يانج خلاص بقت شبح. وبعدها بصت لمون بابتسامة هادية جدا فيها سلام غريب وكأنها بتودعها من غير كلام، وبعدها بتتحرك وبتختفي مرة واحدة. والمشهد ده كسرها جدا لأنها خسرت الشخص الوحيد اللي كان بيديها الأمل. وبعد كام يوم دكتور لاو سلمها صورة كانت يانج عاملاها ليها، ومون بصت للصورة باستغراب وسألت يمكن يانج حطت صورة واحدة تانية بالغلط. لكن دكتور لاو بيتفاجئ وقال لها هو أنت مش شايفة إن دي صورتك أنت؟ وهنا مون بتتجمد مكانها وبتبص على انعكاسها في المراية وفجأة بتصرخ لأنها ما شافتش وشها، شافت وش بنت تانية خالص، بنت عمرها ما شافتها قبل كده. وفي اللحظة دي الكل بدأ يستوعب إن الموضوع مش مجرد صدمة نفسية ولا آثار جانبية من بعد العملية. وجدتها بدأت تدور وتسأل لحد ما وصلت لفكرة مرعبة، إن الإحساس اللي الإنسان بيموت عليه بيفضل لازق في روحه بعد الموت، وعلشان كده اللي بيموتوا فجأة وبشكل عنيف أرواحهم أوقات بتفضل تايهة. لكن في نوع تاني أخطر، الناس اللي بتختار الموت بإيديها بسبب جرح كبير أو مشكلة ما اتحلتش، الأرواح دي ما بتهداش غير لما بيلاقوا حل للسبب اللي واجعها. ومن هنا ظهر الخيط الحقيقي للحكاية. لو مون عاوزة تنجو من الكابوس ده لازم تعرف صاحبة القرنية وتعرف إيه اللي حصل لها قبل ما تموت. وبعد مجهود الدكتور لو قدر يوصل أخيرا لاسم المتبرعة بنت اسمها لين، ومن غير تردد هو ومون بيسافروا تايلاند لقرية بعيدة جدا عن أي دوشة أو حياة، لأن هناك مدفون السر كله. وأول ما دخلوا القرية الجو نفسه كان تقيل، ريحة حريق وخشب متفحم والناس بتجري في الشوارع وكأن كارثة لسه حاصلة فعلا. المهم راحوا المستشفى هناك علشان يقابلوا دكتور يعرف تفاصيل أكتر عن لين. لكن الغريب إن مون أول ما دخلت المكان حست كأنه مألوف ليها،
وكأنها عاشت فيه قبل كده. وهنا افتكرت أحلامها، المستشفى ده هو نفسه اللي كانت بتشوفه كل يوم تقريبا. ولما شافت جثة محروقة خارجة من العمليات، الشك بقى يقين. نفس الشخص ده كانت شافته قبلها وهي داخلة القرية. يعني اللي كانت بتشوفه مش مجرد كوابيس، دي حقيقة من عالم لين ومن الموت اللي كان حواليها. وفي الأول الدكتور هناك رفض يتكلم بسبب القوانين، لكن أول ما مون قالت له إنها بعد زراعة القرنية بقت تشوف نفس اللي كانت لين بتشوفه، الراجل اتغير وشه تماما ووافق ياخده من البيت اللي عايشة فيه لين، لأن واضح إن اللي قالته لمس عنده حاجة قديمة وخطيرة. وفي الطريق بدأت الحقيقة تطلع واحدة واحدة. لين من وهي صغيرة ما كانتش طفلة عادية، كانت شايفة الموت قبل ما يحصل أو بتحس بيه بطريقة مرعبة، وكأن عينيها بتلقط النهاية قبل ما توصل لأصحابها. وهي صغيرة كانت بتروح تقف قدام بيوت ناس وتعيط، وبعدها فعلا حد من البيت ده بيتوفى. وأهل القرية ما كانوش فاهمين إن ده تحذير، وبدل ما يسمعوها خافوا منها، ومع الوقت بدأ يقولوا عليها ساحرة وإن نظرتها نفسها ملعونة. ودي كانت المأساة الحقيقية، الناس لما تخاف من حاجة ما تفهمهاش بتحولها لعدو. ولين اتحولت في نظرهم من طفلة شايفة خطر جاي لطفلة بتجيب الموت معاها، وبقى مقتنعين إن أي حد هتشاور عليه مصيره هيكون الهلاك. المهم لما وصلوا البيت قبل والدة لين، ومن كلامها عرفوا الباقي. في يوم من الأيام لين جريت في القرية كلها وهي بتحاول تحذر الناس إن في مصيبة جاية وإنهم كلهم لازم يهربوا، لكنها زي كل مرة محدش صدقها. وبالفعل في الليل حصلت الكارثة، حريقة ضخمة جدا أكلت القرية كلها وناس كتيرة ماتوا وكل حاجة تقريبا اتحرقت واتدمرت. ورغم إن محدش حمل لين المسؤولية بشكل مباشر، هي من جواها ما قدرتش تسامح نفسها لأنها كانت شايفة النهاية وما عرفتش إنها تمنعها، والإحساس بالذنب ده كان بياكل جواها. وفي اليوم اللي بعده مباشرة لين خلصت على نفسها في غرفتها، ومن هنا بدأ اللغز يفك نفسه. روح لين لسه متعلقة، والعينين اللي وصلت لمون كانت شايلة مع خوف لين وذنبها وذكرياتها المرعبة كلها. وبعد ما سمعت الحكاية مون أخذت قرار جريء، قالت إنها لازم تنام الليلة دي في غرفة لين نفسها، لأنها فهمت أخيرا إن دي هي نفس الغرفة اللي كانت بتشوفها في أحلامها، وإن المواجهة الأخيرة غالبا هتبدأ من هناك. وبالفعل بتنام في غرفتها، وبعد نص الليل بشوية الترابيزة بتتحرك لوحدها وابتدت تشوف رؤية أوضح من أي وقت فات. هنا مون فهمت الحقيقة كاملة، لين كانت عايشة ومربوطة بلحظة موتها، والذنب اللي جواها ما سابهاش حتى بعد ما ماتت. وكل ليلة نفس المشهد بيتكرر، نفس لحظة الانهيار ونفس قرار عنها تخلص على نفسها، وكأن روحها محبوسة في الدقيقة الأخيرة دي ومش قادرة تطلع منها مهما الوقت عدى. وساعتها مون استوعبت إن الحل مش في الهروب ولا في فهم اللغز بس، لكن في حاجة أعمق. لين محتاجة أمها، فطلبت من أم لين تطلع لها الغرفة، لأن أول ما الساعة توصل لوقت الحادثة كل شيء هيتكرر تاني. لكن أم لين رفضت في الأول، كان جواها وجع وزعل كبير لأنها كانت شايفة إن بنتها سابتها ومشيت من غير ما تفكر فيها. ومن كتر القهر فضلت حابسة جواها الغفران اللي روح لين كانت محتاجاه أكتر من أي حاجة. وفجأة الكرسي اللي فوق اتحرك لوحده، وابتدى صوت لين يبان كأنه جاي من بعيد وهي بتنادي يا أمي. وساعتها الجو كله بيتقلب، والغرفة بقت مليانة بإحساس مش طبيعي، وكأن الماضي نفسه رجع وقرر يتكرر قدامهم بالحرف. ومون فضلت تحاول تقنعها وتفهمها إن لين مش جاية تخوفهم، هي جاية بس عشان تطلب السماح، وده علشان روحها ترتاح. وفي اللحظة دي أمها ما قدرتش تقاوم أكتر، وطلعت بسرعة على الغرفة أول ما وصلت بتحضن بنتها، ومن غير كلام كتير حصلت لحظة الصلح صامتة لكنها كانت أقوى من أي كلام. ولحظة الصلح دي هي اللي فكت العقدة كلها، لأن مع لمسة الأم وسماحها الذنب المتجمد جوا روح لين بدأ إنه يسيح. وبعد سنين من العذاب روحها أخيرا بتهدى وكأنها أخيرا خلاص ارتاحت. يعني باختصار مون قدرت تعمل اللي محدش عارف يعمله، خلت لين تتحرر. وتاني يوم الصبح بتروح هي ودكتور لاو للقبر بتاع لين، وبيدعوا لها هناك وبيشكروها وبيتمنوا لها السلام. ومن هنا لأول مرة من بداية القصة مون أخيرا حست بالراحة. وفي طريق الرجوع كانت قاعدة في الباص ومبسوطة جدا، وكأنها كانت شايلة حمل ضخم جدا وأخيرا اتزاح من على قلبها. لكن طبعا القصة ما تحبش تسيبك ترتاح بكل سهولة. بعد سفر طويل صحيت لقيت الباص واقف في زحمة والعربيات صفوف ورا بعض من غير حركة. وفي الأول الموضوع كان شكله عادي، لكن فجأة إزاز العربيات ابتدى شكله يبهت والإحساس بالخطر بيرجع من تاني. ومون لما بصت بره شافت مشهد خلى الدم يتجمد في عروقها. عدد كبير جدا من الخيالات السوداء ماشية بين العربيات بهدوء مرعب ومن غير صوت تقريبا، ومش واحد ولا اتنين، دول مئات، وبيتحركوا ناحية الكوبري، وكل واحد فيهم بيقف جنب عربية وكأنه مستني اللحظة المناسبة علشان يقبض روح صاحبها. ومون اللحظة دي افتكرت لين وكل التحذيرات اللي محدش سمعها، وبتفهم ان في مصيبة كبيرة جدا هتحصل قريب. بتنزل من الباص بسرعة وشافت ان في شاحنة مقلوبة عاملة حادثة على موقف الطريق، والشرطة بتحاول تنظم الدنيا، والناس حوالين الكوبري انواع، اسر واطفال وناس مسافرة واتنين شكلهم لسه مرتبطين،
وكلهم ولا على بالهم إن الكارثة على بعد ثواني بس. وهنا مون أخدت القرار اللي يفرق بينها وبين لين، وقالت لنفسها أنا لازم أعمل اللي لين ما قدرش تعمله. وابتدت تصرخ بأعلى صوتها وتحذر الناس إنهم يبعدوا عن الطريق ويهربوا فورا. لكن زي ما حصل مع لين محدش صدقها، وبعضهم افتكرها مجنونة، والبعض الآخر اتضايق منها وتجاهلوها تماما. والدكتور لو جرى عليها كان بيحاول يهديها ويوقفها، لكنها كانت شايفة الحقيقة أوضح من أي حد. وفي لحظة واحدة كل شيء انفجر. واحد شغل عربيته قريب من شاحنة الزيت أو الغاز، وبسبب الشرارة ولعت التسريب، وبيحصل انفجار ضخم جدا. صوته كان مرعب، والنار اترمت في كل حتة، وقطع العربيات بقت زي مطر، وريحة الموت بقت في كل مكان. الناس بدأت تتحرق قدام عينيها، والصريخ مال المكان، والنار محاصرة الكل. كانت شايفة جحيم مفتوح على الأرض، وفي وسط الفوضى دي شظايا من الأزاز طارت من قوة الانفجار وضربت عينيها مباشرة، وقبطها على جنب الطريق، والعالم قدامها اتحول لبقعة حمراء مشتعلة. وبعدها لما فاقت في المستشفى كان على عينيها نفس الضمادات اللي شفناها في بداية الرحلة، والفرق الوحيد ان المرة دي الدكاترة ما قدروش ينقذوا بصرها، ومون بتفقد نظرها المرة دي للأبد. لكن الغريب فعلا انها ما كانتش منهارة، بالعكس كان جواها هدوء، وكأنها أخيرا رجعت للمكان الوحيد اللي كانت فاهماه من زمان، عالم الظلام الهادي اللي ما فيهوش ولا أشباح ولا رؤى ولا أبواب مفتوحة على موت الناس. والأهم إن الدكتور لو كان جنبها، يعني رغم إنها خسرت النور هي ما بقتش لوحدها، لقيت اللي يسندها. ودي النهاية اللي خلت القصة تسيبك محتار، هل اللي حصل لمون مأساة ولا نوع غريب جدا من النجاة؟ وانتظرونا في كل جديد. سلام.